الترجي يستعيد مدافعه المصاب قبل قمة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. استعاد فريق الترجي التونسي خدمات مدافعه الجزائري محمد أمين توجي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل في رادس بتونس. وأكدت صحيفة الصباح التونسية أن توجي تعرض للإصابة وغاب عن كلاسيكو تونس ضد النجم الساحلي قبل أيام في الدوري التونسي، إلا أنه تعافي وأصبح توجي جاهزا لقيادة دفاع الترجي أمام الأهلي بجوار الدولي التونسي ياسين مرياح. بينما قرر البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي استبعاد 2 من لاعبيه من القائمة المشاركة في ذهاب النهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي والمقرر لها السبت المقبل برادس في تونس. وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن المدرب البرتغالي قرر استبعاد كل من أندري بوكيا وأسامة السهيلي من قائمة المباراة لأسباب فنية. ويكثف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الاستعداد على قدم وساق لمباراتيه أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم من 2023 إلى 2024. يحتضن ملعب حماد العقربي في رادس قمة الأهلي والترجي في 10 مساء السبت المقبل مباراة الذهاب، على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع واحدة في استاد القاهرة. وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3. الأهلي 5-2 الترجي. ماذا تقول عقدة رادس عن دوري الأبطال؟ قد تكون مباراة ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي خارج التوقعات، إلا أن الفريق المصري نجح في ترسيخ عقدة لدى جماهير الفريق التونسي لن تنسى حتى الآن، ومستمرة منذ عام 2011. الأهلي يلعب مع الترجي التونسي مساء يوم السبت المقبل على ملعب حماد العقربي برادس في ذهاب نهائي دوري الأبطال، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة مساء يوم 25 مايو الجار. وصعد الأهلي إلى نهائي هذه البطولة بعدما انتصر على فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في ذهاب الدور نصف النهائي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ونفس الأمر لفريق الترجي الذي انتصر ذهابا 1-0 وإيابا 1-0 على فريق صن داونز الجنوب إفريقي. خسارتان للأهلي من 7 مواجهات في رادس. الأهلي كان قد تلقى هزيمة من الترجي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2011 بنتيجة 1-0 على ملعب رادس، ومن بعد هذه المباراة لم ينجح الفريق التونسي في تحقيق الفوز على ملعبه أمام الأهلي إلا مرة واحدة. الأهلي عادة ما يخرج من ملعب رادس بنتيجة إيجابية، أما بالتعادل أو الفوز، وحدثت في أكثر من مرة كالتالي: بعد الهزيمة في دور المجموعات لنسخة 2011 حل الأهلي ضيفا على فريق الدم والذهب يوم 17 نوفمبر 2012 في إياب الدور إلى النهائي من البطولة القارية، وانتصر وقتها بنتيجة 2-1، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 في القاهرة. وفي نسخة 2017 لعب الأهلي مع الترجي في الدور ربع النهائي، وحسمت نتيجة التعادل 2-2 في القاهرة قبل أن ينتصر الأهلي بنتيجة 2-1 في الإياب بتونس. تكررت نفس المواجهة في نسخة 2018 عندما وقع الأهلي مع الترجي في مجموعة واحدة، انتصر الأهلي في رادس وقتها بنتيجة 1-0، ووقع الفريقان مجددا في الدور النهائي، وانتصر الأهلي في الذهاب بمصر بنتيجة 3-1 قبل أن يخسر الإياب بنتيجة 3-0، وهي الهزيمة الأولى للأهلي على ملعب رادس منذ عام 2011.
وبعدها لعب الأهلي مع الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وانتصر الفريق الأحمر في الذهاب في تونس بنتيجة 1-0 قبل أن يفوز في الإياب بنتيجة 3-0 في القاهرة. في نسخة 2023 لعب الأهلي مع الترجي في الدور نصف النهائي، انتهت مباراة الذهاب في تونس بنتيجة 3-0 للفريق المصري قبل أن يحقق الأهلي الفوز في القاهرة بنتيجة 1-0.